نيك ويليامز ودياز وديونج وأونانا، وأيضا أكثر من كذا راح نتكلم عنه في مقطع واحد. لا نطول يا حب، لا تشم بالك اللايك. جميع الأخبار أكدها فرناندو بولو، واحد من أكثر الصحفيين ثقة في برشلونة. أكثر اسم مرشح للجناح هو دياز، ولكن لعلم الإدارة أن سعره جدا عالي، وأن الإدارة إذا كانت تريد دياز فعليهم بيع رافينيا، فلذلك من الممكن أن يتجه نادي برشلونة إلى نيكو ويليامز. الآن أنا أبيع رافينيا عشان دياز؟ جعل ما انباع يا رجل، من قال ما نبغاه. وأيضا في تصريح اليوم لنيكو ويليامز عندما سألوه هل ستذهب إلى برشلونة، جاوب بعد اليورو سأكشف كل شيء. 2. ديونج تعافى من إصابته وسيعود مع عودة فليك في يوم 10 يوليو، وسيبدأ التدريبات بشكل طبيعي. 3. الجواوين، نادي برشلونة سيستعمل ورقة ضغط أن اللاعبين يريدون البقاء في برشلونة. 4. النادي يفضل خيار أونانا وهو الخيار رقم 1، ولكن أيضا النادي لا يريد المقامرة بسعر عالي في هذا المركز، فمن الممكن أن يذهب إلى خيار آخر وهو ميكيل مورينو. على فكرة هذا اللاعب ميكيل مورينو تكلم عنه فابريزيو رومانو. شيل